حقن التخسيس، الله. أخصائي تغذية، أهم وأهم منها تغيير برافو سلوك. عليك. لسه عامل بقى فيديو امبارح وبيتخانقوا معايا عليه. خسيت إزاي؟ بقول أنا خسيت 40 كيلو لما وقفت دايت. هبدأ أدور وأبحث وأفهم العملية دي ماشية إزاي. لقيت إيه لما دورت؟ لازم أغير سلوكياتي. ناكل في قد إيه يعني يا شادي؟ 20 دقيقة. هنقطع سكر، كله مرعوب. اكتشفوا ان انا هاكلهم سكر كل يوم. لا اللبن كويس، لا اللبن وحش، لا صوي ميلك، لا انقل لكوكونات ميلك. اونستلي هلكونا. اللبن من اكتر الحاجات المفيدة والصحية اللي انت ممكن تحطيها في اكلك. خسسان بسرعة ولا خسسان ببطء؟ شادي لبيب دكتور سنان تحول إلى في مجال التغذية، ويعني استشاري تغذية ولا بنسميها إيه بالظبط؟ اخصائي تغذية وتغيير سلوك. أخصائي تغذية وأهم منها تغيير برافو سلوك. عليك. طيب عارفة إن إحنا الاتنين عندنا حاجة مشتركة، إن إحنا الاتنين كنا يعني we struggled مع موضوع التخن وإحنا صغيرين، وإنت خسيت 40 كيلو وأنا خسيت 56 كيلو. وعايزة نبتدي كده، أولا عرفني بنفسك شوية وبعدين نخش كده دايف إن على موضوع إنت خسيت إزاي وأنا خسيت إزاي ونكمبير نوتس. يلا بينا. انا بعرف نفسي دايما، الناس اللي متابعاني عارفين ان بقول انا خسيت 40 كيلو لما وقفت دايت. اوكي، انا قصة حياتي هي قصة وزني. أنا خلقت من مشكلة وزني شغفي في الحياة والكارير بتاعي كله. أنا كنت دكتور سنان واشتغلت 5 سنين في الأسنان، والدي دكتور سنان، وكان البلان اللي هو هورث العيادة، كله جاهز، ورحت أمريكا وعملت المعادلة. كان عندي طريق في ده إلى أن حصل التحول ده في حياتي اللي أنا خسيت. بس أنا كنت خسيت كتير قبل كده، يعني هو ما كانش الجديد اللي أنا خسيت، بس أنا خسيت بطريقة مختلفة لما وقفت دايت. ومن ساعتها حياتي تبدلت. يعني ده خلاني أسيب طب الأسنان وأخش أكتر وأتعمق في الطريقة اللي أنا اكتشفتها جديد، وشغفي كان اللي أنا أوصل الطريقة دي لكل الناس. ده باختصار شديد. فبعديها بقى درست الموضوع، عملت ماجستير في التغذية العلاجية والصحة العامة في جامعة UCL في لندن، وعملت سيرتيفيكيشنز في تغيير السلوك في كندا، وبدأت عيادة، وثم من العيادة شركة أونلاين في مصر وفي دبي. احنا بنساعد الناس ان هم يغيروا سلوكياتهم في مجال الصحة. يعني أنت شُفت قد إيه لمّا خسّيت وبقيت صحتك أحسن وحياتك أحسن، قد إيه ده أثّر في أكيد نفسيتك في حياتك، وقررت أنا هاسيب كل حاجة بقى وتعالوا بقى أدّيكم الروشتة عشان أنتم كمان تقدروا تعملوا ده، لإن كلنا عارفين قد إيه الموضوع مش سهل. أي حد عنده مشكلة مع السمنة عارف قد إيه صعبة جدًا، جدًا، جدًا. خسيت إزاي؟ خسيت، هو طبعا يعني السؤال، يعني ما هو موضوع مش بسيط، هو موضوع تحولات كتيرة. بس هي كانت بداية الخسسان اللي أنا وقفت دايت، اللي أنا أمشي على ورقة. تمام. فأول حاجة، بدل ما أنا ماشي على حد بيكتب لي روشتة، ابتديت أفهم هو أنا القرارات أكلي جاية من فين. جاية من فين؟ جاية من فين؟ جاية من حاجات كتيرة قوي. جاية في مناخ داخلي اللي هو أفكاري، مشاعر بتاعتي، أحاسيسي، كنت بمر بإيه في طفولتي. كل ده كان بيحرك سلوك الأكل ده مثلا حاجة. فلما فهمته قدرت أغيره. المناخ الخارجي، الناس اللي حواليا، طريقة أكلهم، كلامهم ليا، تأثيرهم عليا، ده برضو تأثير على سلوكياتي. فبدأت أول خطوة في التغيير اللي أنا الوعي، اللي أنا أفهم. هي كانت لمبة نورت، اللي هو إيه ده؟
يعني أنا فاكر اللحظة دي كان وقت الثورة في 2011، كان في تغيير كبير ده قوي. الوقت اللي انت خسيت فيه؟ ده اللي ابتديت المشوار ها. فيه. ده كان في تغيير كبير قوي بيحصل، وقعدنا في البيت، وده خلاني أبدأ. دي البداية اللي أنا قعدت اتقفلت على نفسي كده وقعدت. وحصل ده في الكورونا باي ذا واي. فكرة اللي أنا أوقف الحياة وأبدأ أفكر مم. وريفلكت وأتأمل إيه اللي بيحصل. فلما بصيت لقيت نفسي أنا كنت محبط جدا، لأن كنت خسيت مليون ألف مرة ورجعت ونتخن اتخنت تاني، تاني. انا كمان. فأنا كنت مقتنع إن أنا فيا مشكلة، وعندي سمنة في العيلة، وعندي جينات التخن، وبعشق الأكل. ايه أكيد ده؟ أنت ما ده انا. طبعا أنا ما وقفتش هذا العشق، انا يعني انا أنا ما لسه زلت بعشق الاكل. بعشق الأكل. انا كمان. ف فأنا عندي كل ده، والناس اللي حواليا بتؤكد لي ده، انك انت طالع زي مش عارف مين، بتاكل وبتحب الاكل، وانت 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 وارادتك وشد ومش شد. فانا كنت واصل لنقطة احباط رهيبة. ففي نقطة الإحباط دي في السايكولوجي بيسموها الكرييتيف هوبلسنس، إن أوقات جدا في حياتنا لما بنحس الدنيا ضلمه انهارت ضلمة في القاع، بيبدأ أول بذرة في النور. بتطلع. بس لازم أقفل على نفسي وأقضي وقت مع نفسي من غير أي تأثيرات خارجية عشان أفكر. فإيه اللي أنا فكرت فيه؟ إنه بصيت قلت الله، ده أنت بقالك 15 سنة بتعمل دايتس وبترجع تتخن تاني. ففي حلين: يا إما المشكلة فيك، يا اما مشكله في الدايت. بالظبط، بس عمري ما تجرأت إلا أنا أسأل السؤال ده: ماذا لو هذا الافتراض خطر عليا؟ كنت ساعتها وقت الفيسبوك أينشتاين كوت، اللي هو لو بتعمل نفس الحاجة مرارا وتكرارا وبتتوقع نتيجة مختلفة بالظبط. يبقى جنون. طبعا. قلت صح هو صح صح. ده، هو ده. أنا بعمل نفس الحاجة. فجاء صوت، شوفي برضو مخنا ساعات بيضحك علينا: أيوة بس أنت جربت حاجات كتيرة، انت مم. ما جربتش نفس الحاجة. بس لا، هي اسامي دايتس وكلها تبان اللي هي مختلفة، بس في الكور هي حاجة واحدة، هي منظومة واحدة، هي طريقة واحدة في التفكير. انك انت بتبصي للموضوع ان هي مشكلة ارادة، امسك نفسك واحرم جامد جدا من غير ما تفهم انت بتعمل ايه، من غير ما تفهم كل العناصر اللي داخلة في العملية دي. فطبعا مش بتقدري تستمري عليها. فلما أدركت إنه في اللحظة دي إنه حدي لنفسي فرصة، هوقف الدايت وهنجرب طريقة مختلفة، هبدأ أدور وأبحث وأفهم العملية دي ماشية إزاي، ودي آخر فرصة ليا. وبالفعل هي دي كانت بداية التغيير. لقيت ايه لما دورت؟ هقولك لقيت إيه. لقيت إنه إحنا عشان نغير، أولا أول حاجة لقيت تعريف النجاح في الأبحاث العلمية. تعريف النجاح مش أنا خسيت كام كيلو، هو أنا حافظت على ده قد إيه. عشان أقدر أقول أنا نجحت لازم أكون حافظت على الوزن على الأقل سنة بعد انتهاء البروجرام أو اللي أنا بعمله. فدي أول حاجة. بقيت أول خطوة قبل ما أخش في المشوار لازم يبقى عندي نية مظبوطة. أنا داخل مش عشان أخس وخلاص، لأ، عشان اكمل. أنا عاوز حاجة أكمل بيها. أنا متارجت المدى البعيد ما بعد ما الخسسان. بعد ده. فده أول حاجة اكتشفتها، تعريف النجاح. رقم 2، اكتشفت إنه أنا عشان أنجح لازم أغير سلوكياتي. وده بقى العلم اللي أنا مهووس بيه، وأنا بعرف نفسي أكتر سلوكيات عن تغذية، مع إني ماجستير بتاعي في هو التغذية العلاجية والصحة العامة. مليون المية. ليه أنا انترستد في ده؟ لأنه المعلومات كتيرة طبعا، في معلومات غلط قد كده على الإنترنت، بس حتى لو عندك المعلومة الصح حلو. كلنا عارفين إن الشوكولاتة فيها سكر، كلنا عارفين الكلام ده، بس تطبيق المعلومة قصة تانية خالص. اللي أنا أقدر أخليكي أصلا ما يجيلكيش كريفنج للشوكولاتة، أو ما تبقيش قاعدة بتفكري كتير فيها وتاكليها وما تاكليهاش كلها، تمام؟ ده بقى قصة تانية خالص. التطبيق في علم السلوكيات بيعلمنا ازاي نقدر ناخد المعلومة دي ونحولها لخطوات في حياتنا نقدر تصبح جزء مننا. واللي بيحكم العلم ده فهم المخ. المخ بيشتغل ازاي، لان مين اللي بيسوق؟ هو المخ. فاللي خلاني، اللي انا بقى اكتشفته، ان انا عشان اغير لازم امشي على خطوات في تغيير السلوكيات والعادات الى ان تصبح
جزء من جزء الحياة. ريفلكس طبيعي. انت النهارده وانت نازله اول مره تمسكي تليفون سمارت ما كنتيش فاهمه، متلخبطه. دلوقتي انت وانت سايقه اصلا ممكن تكوني بتعملي حاجه على التليفون اوتوماتيك. اصبح فلما عادات الاكل بتصبح اوتوماتيك خلاص بقت جزء منك، عمرك ما هترجعي تاني لانك انت تبدلتي. فده اللي انا اكتشفته واتبعته ونجح معايا ونجح مع الاخرين. تطبيقه بقى، اوكي. عشان أنا عندي قناعة وأنت قُل لي وجهة نظرك، إنه الأكل اللي هو الأكل المُفرط ده واللي بيؤدي للسمنة إدمان، امم زيه زي إدمان المخدرات. food امم addiction. امم هل ده مضبوط والّا مش مضبوط؟ بصي، اولا الاكل ما نقدرش نصنف ان هو ادمان. يعني علميا في تشخيص معين للادمان، في كرايتيريا معينه لازم تتبعي، يعني تبقى مطابقه ليها عشان اقول ده ادمان. بس هو هو بيشتغل على حته في المخ اللي هو الريورد سنتر، اللي بيخليها عاده قويه قوي صعب انك انت تكسريها. تمام. فعشان كده ايه الطرق؟ يعني لما انت بتبصي مثلا كل المحاولات عشان نحل المشكله دي، يعني انت ممكن تبقي حاسه ان هي صعبه قوي، بس هو انت بتجربي في طريق تاني، بتحاولي تحليها بانك انت تمسكي نفسك، تقفلي بقك، تقاومي. آه، ده مش الحل. فبتحسي ان هي صعبه لانك انت يعني بتحاولي تعمليها بحل غلط. بس لما نفهم المخ بيشتغل ازاي، تمام، وازاي اقدر اتعامل. انا لسه امبارح كنت عامل تشالنج في الناس اللي عندها كريفنجز السكر. عاوز اقول لك الناس فاكره داخله التشالنج انه هنقطع سكر، كله مرعوب. اكتشفوا ان انا هاكلهم سكر كل يوم. تمام. وبعد كده انه الناس اللي بادين بيقولوا احنا مدمنين سكر، وصلوا في الاخر يقولوا احنا مش بنفكر فيه. توصلوها بعادات إزاي؟ بسيطه، عادات بسيطه. يعني إزاي دول مثلا مثلًا وصّلتهم هديكي لده؟ مثلا الكريفنج اللي بيجي لنا الشديد ده، اولا ده مش حاجه جايه من جسمي، مش من معدتي، ده المخ. ده المخ في احساس اللي هو عاوز يحس بحاجه. انت مش عاوزه الشوكولاتايه، انت عاوزه الاحساس اللي بينتج. الشوكولاتاية بتدّيه لي. بالظبط. تمام، اللي ممكن حاجات تانية تديها لك. دوبامين؟ اه، بالظبط. طيب، في اللحظه نفسها الجهاز العصبي بتاعك بيبقى اجيتيتد. عارفه لما بتبقي بتتخانقي ما بتبقيش نفسك، إمم. ما بتبقيش نفسك، بيبقى زي هاي جاك، يعني كأنه حد جه استولى على مخي. إمم. فأول خطوة اللي أنا لازم أهدي الجهاز العصبي بتاعي. ففي تكنيكس زي التنفس بطريقة معينة، حاجة اسمها البوكس بريذنج، زي اللي أنا أكل ببطء شديد، كل اللي انت عاوزاه عكس كل عاداتي. بس ببطء شديد. سبحان الله، الشخص اللي بيقول انا بخليهم يكتبوا في الاول بياكلوا قد ايه، وفي نهايه التحدي ياكلوا قد ايه. يعني الناس كانت ممكن تاكل 2 بار في اقل من ثانيتين. نفس بقول لهم مش هتحرموا نفسكم، بس كلوها بالطرق. باكلها ازاي؟ تمام. بيحسوا ان هما لا، احنا اكلنا شبعوا. قطمتين وانا تمام، انا تمام مش محتاج. فده الناتج لما ببدأ اسلك الطريق الصح اللي بيحل المشكلة. المشكلة مش بطني، مش اللي انا مشكلة جعان، لا، المشكلة مخي وجهازي العصبي. فلازم اتارجت ده، أكلمهم هم. اكلمهم هم، واعرف الادوات اللي انا استخدمها عشان احل المشكلة بالطريقة دي. فالحلول هي عبارة عن أدوات يعني بتارجت مشاكل معينة، وكل واحد مشاكله مختلفة. فاهمة؟ انت عندك النهاردة يعني هو ده بقولك الطريق اللي انا مشيته، اللي انا بدأت احول الموضوع لعادات واشتغل على حاجة حاجة. دي اخطر حاجة بقى. يعني أنا في البرامج بتاعتي، البرنامج مثلا كل اسبوعين بنشتغل على عادة واحدة فقط. يعني مثلا الاكل ببطء دي عادة من العادات اللي بنشتغل عليها في البرنامج. فبعمل ايه؟ بنقعد اسبوعين اقول له ماليش دعوة بتاكل ايه، كل جانك، مش فارق معايا، اعمل اللي انت عاوزه، بس ما هتاكلوا تتمرنش، إزاي؟ اقعد في السرير طول النهار، نام متأخر. بس الحاجة الوحيدة اللي انا طالبها انك هتاكل ببطء، وبديله كل يوم استراتيجيات ازاي يقدر ياكل ببطء
لمدة أسبوع. لمدة أسبوعين، وبحط له حد دعم كوتش معاه يمشي معاه المشوار، عشان مهم الاكاونتبيلتي أو المساءلة دي والدعم، عشان لما يعطل يبقى في حد بيزقه. بعد أسبوعين الأكل أولا بنحس، ودي مهمة جدا، لما ببدأ بحاجة صغيرة بحس إن أنا عملت حاجة، بحس إن أنا نجحت في حاجة، فده كأنه بنزين بيزق اللي motivation. بعده، يلا أنا عاوز اللي بعده. فبيحصل هنا الموتيفيشن. الموتيفيشن بيجي بعد لما باخد خطوات، مش بستناها تيجي، لا. طب اخد خطوات ازاي؟ لما اسهل الخطوات وابسطها واخليها واضحة جدا واحس ان انا نجحت فيها. ومش بس كده، لما الخطوة دي بتعمل فرق، لما انا بحس اكل ببطء، بقيت اكل اقل، بطني دخلت لجوه، شبعت من نص الكمية، ما بقاش يجيلي كريفنج، الله، طب ده تحفة، فيلا اديني اللي بعده. فده الوصفة بتاعت النجاح اللي مش انا اللي مألفها، ده علم تغيير السلوكيات. طب هسألك حاجة، تغيير السلوكيات بياخد وقت قد ايه؟ 62 يوم لتغيير عادة. اوكي. بحث من جامعة UCL هما اللي لقوا القصة دي، ان انا اغير العادة 62 يوم. ممكن حد يقول لك ياه، في العصر بقى اللي بتاع اللي هو ايه، بس عاوزين العادة ننجز. مش هي تغيير المخ، لأنه العادة، ما واحد ممكن يقولك أنا بقالي 3 شهور عامل رجيم وغيرت لا عادات دي مش كتيرة عادة، جدا في أكل. ده مؤقت، دي خدعة. العادة لازم يمشي في الطريقة اللي احنا بنتكلم فيها، اوكي. ان هو اولا يتعلم يفهم العادة دي ايه تأثيرها على جسمه. لازم في 3 حاجات لازم يتعلمها في تغيير السلوكيات. المعلومة نفسها ايه هي، ايه اللي المفروض اعمله، لازم يبقى واضح ويبقى صح كمان. رقم 2، ليه بعمله؟ يعني لا يكفي ابقى عارف المعلومة، لازم افهم ليه، ودي مهمة جدا. في عصر احنا بيحطوا لنا المعلومة ببقنا حافظين مش فاهمين. لا، انت لازم تبقي فاهمة جسمك بيشتغل ازاي، ايه اللي بيحصل في مخك، واللي احنا بنعمله ده هيفرق ازاي. فالواي او ليه. بس برضو مش كفاية، ممكن تبقي عارفة ايه اللي تعمليه وليه وليه؟ وما تتغيريش، لازم حاجة تالتة. ايه هي؟ ايه؟ ازاي هعمل ده؟ وده اللي انا بحب اركز فيه في شغلي. الادوات، ازاي اقدر احقق النتيجة دي، ازاي مثلا انت بتقولي كل ببطء، طب ما صعبة، ما انا مش عارف اكل ببطء. فابدا اديكي بقى تكنيكس، خد بريذنج بطريقه معينه، حط الشوكه بين كل قطمه، قوم اعمل حاجه في النص، قوم خد تليفون، ازاي تدير جهازك تفاصيل تفاصيل. فادوات مع جايدنس او يعني دعم، ففي الآخر بتقدري تغيّري العادة دي. فلازم تمشي في المشوار ده بحيث المخ يتغيّر. 62 يوم. أنا ممكن أقعدِك 365 يوم ماشية على نظام ومبسوطة، واليوم اللي هتوقّفي بيه هترجعي عارفة الأستك لمّا بتشدّيه جامد، عشت. هيرُد ليه؟ لإن ما فيش حاجة اتغيّرت هنا، هو حافظ كل اللي هو بيعمله، هو حابس نَفَسه تحت المَيّة. مسابقة هنعرف نقعد قد إيه تحت المَيّة. هو حابس نفسه. ده مش تغيير، ده العكس، ده اسمه تضييع وقت. ودي دايما بقولها للناس، كل محاولة انك انت تنجز وعذاب على الفاضي عذاب على الفاضي، وبتبوظ معنوياتك وبتبوظ الميتابوليزم بتاعك. بتاعك. فكل محاولة انك انت تنجز في الوقت including اللي بياخدوا الحقن، لو مش هتسلكوا تغيير العادات والسلوكيات وانتوا بتعملوا ده اللي بتحاولوا تختصروه هيكلفكم وقت أطول بكتير. في وجهة نظرك، أهم 3 سلوكيات محتاجين نغيرها عشان نقدر نكسب المعركة دي ضد السمنة؟ أول حاجة الأكل ببطء، دي أنا بسميها يعني أم العادات أو mother of all habits. ليه؟ تعرف دي لحد دلوقتي مش عندي مأساة. أنت عارفة دي أصعب واحدة؟ يعني أنا دايما لما بعمل ريتنج كده في نهاية البروجرام وبسأل الناس إيه أصعب عادة وأكتر عادة فعالة، يقولوا هي دي ناكل في الأكل قد ببطء. إيه يعني يا شادي؟ 20 دقيقة، 20 دقيقة بس. أجن كوتشنج إيه؟ اللي أنت مثلا بادئة، دي برضو الحاجات اللي بتخش في النجاح، إنه مخك هيجي يقول لك لأ صعبة 20 دقيقة، هتجربي مرة تلاقيه 20 دقيقة وتحسي إنتِ فشلتِ فتروحي موقفة خالص. لأ، لازم حد بقى جنبك يقول لك لأ يا دينا، أنتِ لو مش عارفة تعملي 20، تعالَ نشوف أنتِ بادئة من كام، إمم.
انت بادئه من 5 دقايق، مثلًا تعالي نحط تارجت 10 10 دقايق، فتحسي لأ أنا أقدر، فتتشجعي، بعد شوية ال10 يبقوا 12، 15، 20. تمام، فدي الطريقة اللي أنا باغيّر بيها. طب المعلومة ليه باقول الأكل ببطء هي الأحسن حاجة؟ لإنه أولًا هي دي الطريقة اللي بتخلّيني أبقى واعي من جسمي بإحساس الشبع. إحنا ليه بنتخن؟ عشان بناكل زيادة. مش محتاجينه. بناكل زيادة، مش عشان أنا ممكن أخس وأنا باكل بيتزا كل يوم، عادي. فعلًا. طبعًا، مش healthy، مش مفيد، لإنه طبعًا ما فيهوش كل الحاجات اللي جسمي محتاجها، بس أنا باتكلم كنزول في الوزن. ممكن أخس وأنا باكل بيتزا كل يوم، ليه؟ لإن أنا ممكن أضبط السعرات، آكل حتة slice بيتزا في كل الصبح وجبة وslice وهاخس، بس خلاص. عادي. فالفكرة كلّها إن النزول الوزن بيحصل لمّا السعرات اللي داخلة بتقل. طيب مشكلتنا إحنا بناكل كتير، ليه بناكل كتير؟ عشان إحنا طول الوقت متّنشنين. لأ، وعشان بنحب الأكل ماشي، بس حُب الأكل مش يخلّيكِ تاكلي بسرعة برضه، يعني يخلّيكِ أوكي، تاكلي، صح. بس مش تاكلي بسرعة. السرعة دي كهربا، أنا كهربا. متكهربة. يعني ليه؟ لإنِّك اليوم كُلّه جهازِك العصبي الsympathetic nervous system اللي هو الvolt اللي بيعلّي الvolt عالي. طول الوقت شغال من اللي إحنا بنشوفه حوالينا. فطبيعي، فأنتِ بتيجي بقى تقعدي على السفرة أو تقعدي تاكلي، أنتِ جاية بالكهربا اللي أنتِ فيها مسمينه دي. comfort food. آه، أنتِ بيريحني. سريعة. أنتِ الأكل داخلة آه. سريعة، فلمّا بتبطئي بقى، بتوطّي بقى الvolume ده، تبدئي أعصابِك تهدى، بتكتشفي أولًا إنِّك ممكن أوقات ما تبقيش جعانة. البطء يخلّيني أشوف بوضوح. أنتِ راكبة قطر، القطر ماشي سريعًا جدًا، هتبُصّي من الشباك مش هتشوفي حاجة. لمّا القطر بيبطأ قُرب المحطة، بتبدئي تشوفي كل حاجة. الأكل بسرعة نفس القصة، لمّا بابطأ إيه اللي بيحصل؟ أولًا بابدأ ألاحظ بطني، أنا جعان والّا مش جعان؟ بابدأ ألاحظ أفكاري، إيه ده؟ ده أنا كنت أنا مش مركّز أصلًا في الأكل، أنا في أفكار، بابدأ أشوفها بوضوح، بابدأ أحس بالمشاعر والأحاسيس. تاني حاجة بقى جسديًا، أنتِ لمّا بتاكلي ببطء، الأكل بيخش المعدة، وبعد كده المعدة بتفرز هرمون بيطلع للمخ، والمخ يرد تاني على المعدة يقول لها اشبعي. القصة دي بتاخد 20 دقيقة. لمّا بتاكلي في 5 دقايق، أنتِ ممكن تاكلي يعني 3 برجرز، وأنا باعملها يعني وكنت باعملها في 3 دقايق أنا عادي جدًا، عادي أعملها عادي، النهارده، عادي ممكن جدًا. أطلب burgers أثبت لك لأ حالًا جرّبي يعني. بقى كُليه بالطريقة دي، بجد جرّبي كُليه ببطء. بس اللي بيحصل لمّا بتبطئي البرجر ده، اللي بيحصل إيه، بتدّي فرصة إن الإشارات بتاعة الشبع بتيجي، والمعدة بتنكمش، فبتحسي إنِّك شبعتِ. فليه العادة دي قوية جدًا؟ لإنه مش باحس بالحرمان. وممكن نعملها في أي حتة. النهارده إحنا في الساحل، في القاهرة، في أي حتة، في أي موقف ما عندكيش تحكُّم على نوعية الأكل اللي بتاكليه، ممكن تاكلي ببطء، ما حدش هيقدر يسلب منِّك الموضوع ده. وفي نفس الوقت تبقي قايمة مرتاحة، بطنِك مش منفوخة، ما عندكيش إحساس بالخمول، كل ده بيتحل من العادة البسيطة دي. سؤال، خسسان بسرعة والّا خسسان ببطء؟ من حد جرّب الاتنين طبعًا ببطء. تفرق إيه؟ تفرق في إيه؟ إنِّك أنتِ لو يعني again ده أنا يعني علميًا وقصتي بتؤكد الكلام ده. إن ما أنا حاولت أخس بسرعة سنين، تخيّلي لو أنا كنت فضلت كمّلت على نفس الطريقة ما كنتش هابقى في المكان اللي أنا فيه النهارده. أنا بقى لي أكتر من 12 سَنة محافظ على وزني، من غير ما أعمل diet. عشان بتاكل ببطء؟ عشان باكل ببطء وعادات تانية، يعني كلّها يعني ليها علاقة، قُلنا التعامل مع الحتّة النفسية، حتّة التعامل مع المشاكل الاجتماعية أو الناس اللي حواليكِ، البيئة اللي حواليكِ إزاي تتعاملي معاها. يعني كُلّه ليه دعوة بعامل نفسي تقريبًا. طبعًا. طبعًا بُصّي كل العناصر أو العوامل اللي بتأثّر على الوزن، عندِك أولًا اللي إحنا عارفينه اللي هو الأكل نَفْسه، اللي هو تعملي الاختيارات تبقي فاهمة الأكل. بس في عناصر تانية إحنا لازم نعرفها ونحلّها، منها إزاي ما اخلّيش المشاعر والأحاسيس بتاعتي وأفكاري تتحكّم في الأكل، فدي لازم أحلّها، فده عامل نَفْسي. في عوامل تانية زي اجتماعية،
البيئة بتاعتك. انت النهاردة لو قاعدة في بيت الناس كلها بتفطر تاكل حلة محشي، خلاص انت هتاكلي حلة محشي. ما يعني لو عندك إرادة. يعني أنا كنت بحكي دايما بحكي قصة. أنا مرة كنت بعوم في البحر وماشي، كنت من قرية لقرية في الساحل وبعوم بقى ومبسوط بنفسي جدا. جيت ألف بقى راجع بعمل كده نفسي واطلع اتقطع. بص ما بتحركش من مكاني. تعبان. ليه الطيار انا رايح مع الطيار. راجع ضده. انا لو اقوى واحد في العالم وعندي إرادة والطيار ضدي مش هتحرك. ده تأثير الانفايرمنت او البيئة على عاداتي، ودي حاجة لازم انا اغيرها، نعمل لها ريديزاين، اغير تصميم البيئة اللي حواليا بحيث ان هي تبقى بتحركني في الاتجاه اللي انا عاوزه. يعني الناس اللي حواليا مين، عاداتهم عاملة ازاي، البيتي وشغلي ايه اللي موجود فيه، ايه اللي انا شايفاه طول الوقت على الترابيزة وعلى الكاونتر. اكل بيساعدني ان انا اوصل لاهدافي ولا اكل بيبقى بيخليني ارجع لورا؟ طب انت ابتديت بانك قلت انك لسه بتموت في الاكل. عملت ايه في الموضوع ده؟ بصي تحرم نفسك من اكل لا معين؟ لا، العكس بقى، العكس. هو انا لما بدأت اسمح لنفسي بدل ما انا قاعد حارم 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 لغايه لما انا على دايت، انفجر. انا على طب دايت، انا على ليه دايت. لا، كل لما يبقى نفسي في حاجه هاخدها، حاجه صغيره اكل ببطء، اوقف عند 80%. كل بقى العادات اللي انا بعلمها للكلاينتس بتوعي. يعني ايه اوقف عند 80؟ يعني دي عاده لما باجي عند في الاكل انا اوقف عند 80% من الامتلاء. بالياباني هارا هاشيبو. اوكي. ده هارا هارا هاشيبو بالياباني، اللي هي 80% belly، يعني 80% بطن. فدي عادة من العادات اللي بعلمها في البرنامج، انه اكل بس هوقف عند 80%. بتقدر. بس ده اتعلمت اعمل ده، انا ما اتولدتش بيه. مهارات بننميها بالسبورت الصح، بالمعلومات الصح، بالادوات الصح. فانا لما يعني عارفة تفاحة آدم هتقعدي تحرمي كله ما عدا دي، هتبقى هي دي اللي عاوزاها. طب ليه؟ طب ما أنا ممكن لما نفسي في حتة شوكولاتاية أو بيتزا أعرف أكلها وأوقف وما أحسش بتأنيب ضمير. وده أحد النتائج اللي أنا بوصل لها مع الكلاينت، إنه فكرة الإحساس بالذنب طول الوقت ده، فأحس إن أنا عملت حاجة غلط فبوظ أكتر اللوب دي بقى. فاللي أنا قدرت أوصل له، اللي أنا لما يبقى نفسي في حاجة باخدها، ده مش معناها اليوم باظ، مش معناه إن في أي حاجة باظت، ده طبيعي، مش هيأثر على وزني لأن ده مش 80% من الوقت. ولما بعمل ده ما بقيتش أفكر في الأكل ده كتير لأن هو موجود. بالظبط، أنا أقدر أكله. بالظبط. أما لو هو متقلك ده وخدي بالك ومش عارف إيه، هو ده التعريف العلاقة المضطربة مع الأكل أو العلاقة البايظة مع الأكل، انك تبقي طول الوقت خايفه من الاكل. وعلى فكره ناس كتير كده رفيعين، عشان بيجي لي الناس دي وعندهم اضطرابات. انا ده قدامك اهو، قاعده بتفكري هاكل ده مش هاكل ده. لا انا طب دايما هاكله لو بقول اكل. لما بتسأل انا عندي extremely toxic relationship مع الاكل. ولسه لحد اللحظة دي بدخن واخس وادخن واخس، وقلت لك بقت روحي رياضة لحد ما اعور نفسي. يعني احنا هنيجي، انا عندي عليك كمية اسئلة. انا عاملة الحلقة دي عشاني مش عشان الناس، عشان تبقى عارف. ما هي دي لازم تاخدي بالك ان ده مش صحي. انا عارف. انت ممكن في الخارج تبقي صحي بس من جوه مش صحي. طول ما في الشد والجذب ده مع الاكل او مع الرياضة، يبقى هنا في حاجة لازم تتصلح. طب احنا كده اتكلمنا في الاستراتيجية اساسا. ان احنا النهاردة انا واحد عايزة اخس، انا مش بتارجت الطبق اللي انا باكله او روشتة دايت على ورقة، انا بتارجت مخي. بالظبط. وبغير وعاداتي فبغير، بمشي على حاجات معينة عشان تقدر تساعدني اغير ده. فكأني بغير اللي سايق المكنة بالظبط، فهو اللي بيدي الإشارة، فبقدر إن أنا لما أخس أكمل، والاستمرارية في الخسسان ده. مع اللي أنا بركز في كل العناصر اللي بتأثر في قصة، اللي هي مش بس في الأكل، قلنا عقليا وعاطفيا واجتماعيا والبيئة اللي البيئة. حواليا بالظبط لازم أتاكل العناصر دي كلها. دلوقتي بقى عايزة هتسألك أسئلة كتيرة، معلش بقى استحملني في التفاصيل. معاك.
ليه الكربوهيدرات بعبع؟ هل كاربز مفروض أقطعها خالص؟ صح، غلط، رأيك إيه؟ الكاربوفوبيا بسميها، كربوفوبيا الخوف من فعلا. الكاربس. اولا كل حاجه في التغذيه دي لازم اسال لمين. الناس اللي بتاخد المعلومات من على اي فيديو كده على السوشيال ميديا وخلاص. صعب جدا اللي انا نفس المعلومه على كل الناس. انت بتتكلمي الكارب ده لشخص عنده مرض السمنه، ولا حد عنده السكر، ولا حد وزنه طبيعي بس ما بيتمرنش، ولا واحد بيتمرن وزنه طبيعي؟ أوكي. تمام. الطريقة اللي جسمنا بيتعامل فيها مع النشويات بتعتمد على العناصر بتاعت كل واحد، راجل ولا ست، بيتمرن ما ولا لأ، بيتمرنش. عنده أمراض ولا لأ. طبعا كل ما يبقى عندي مرض سمنة، وكل ما يبقى عندي السكر، وكل ما بتحركش جسمي ما بيعرفش يتعامل مع مع الكاربز. الكربوهيدرات. تمام. والعكس صحيح. كارب نشويات. النشويات أو السكريات فدي أول حاجة. جسمنا محتاج سكريات، محتاج نشويات، ده مصدر الطاقة الأساسي للمخ، الأساسي والمفضل للمخ. بس لازم أفهم أنا الكيس بتاعتي إيه، ولازم 3 حاجات. لازم أعرف نوعية الكربوهيدرات دي إيه، أنا بتكلم على شوكولاتة ولا بتكلم على تفاحة، لأن الاتنين كربوهيدرات بس باكجينج مختلف أو طريقة تغليف مختلفة. رقم 2 الكم مهم جدا. قد ايه؟ حتى لو موز، حتى لو حاجة هيلثي، قد ايه باكل منها؟ تالت حاجة التوقيت، باكلها امتى؟ إمتى؟ فالكربوهيدرات كويسة ومحتاجينها، بس لازم كل واحد يفهم بالتفاصيل هو الحالة بتاعته محتاج قد ايه منها. بروتين. اساسي، اساسي. ومش بتكلم بقى على كل الحاجات الماركتينج والبرودكتس بتاعت البروتين، انا بتكلم على البروتين بالذات اللي جاي من اللحوم. اوكي، اللي هو البروتين الحيواني. البروتين ده اهم عنصر في الاكل، دي عاده من الست عادات على فكره بعلمه في البرنامج. فراخ، فراخ، سمك، لحمة. سمك، لحمه. طبعا قطعيات ما فيهاش دهون. اللحمه يفضل لا تتعدى اللحمه الحمراء لا تتعدى 500 جرام في الاسبوع، عشان ما تعليش الريسك كوليسترول. من الكوليسترول والكانسر اللي هو كانسر القولون. بس اللحمه عادي جدا ناكلها، الانواع الطبيعيه مش اللي هو الحاجات اللي هي المصنعة. وفراخ، لحمة، سمك، ديك رومي. الحاجات دي كلها مهمة جدا جدا عشان الحفاظ على العضلات، وانك تعلي الميتابوليزم، وانك تشبعي. طول النهار بقى بنلاقي حاجات كده بتتغير وترندز لما تجننا الصراحة. يعني مثلا البيض يقول لك لو كلت بيض كتير لا ده البروتين طلع قليل فيه، ده بيعلي الكوليسترول، لا اج وايتس، كل بياض البيض بس ما تاكلش الصفار. اللبن، لا اللبن كويس، لا اللبن وحش، لا صوي ميلك، لا انقل لكوكونات ميلك. اونستلي هلاكونا. اللحمه هلاكونا. الحمراء مش عارفه إيه، الفاكهه، لا الفاكهه بتتخن، لا اه، الفاكهه مفيده. انا مش فاهمه حاجه. صعب. احنا وصلنا لايه؟ صعب. يعني قول لي ايه اللي وصلوا له اليومين دول بصي في الحته هقول لك دي. المشكلة في الموضوع في علم التغذية. ها. انه طول الوقت بيبقى فيه ابحاث جديدة بتطلع، بتكتشف حاجات جديدة، فبيحصل تعديل على اللي حصل. فهو دايما هو في تغيير، فده بيلخبط الدنيا لانه في ادوات جديده وقدره علميه لا اكتر. واتعودنا على عادات. اه، فاهم قصدي ايه؟ ايوه، يعني انتوا ايوه. قلتوا لي كده، انا بقالي صح، سنين ماشيه صح، على كده واخده صح. على كده. بس انا بتكلم على ان العلم نفسه بيتغير، اتغير. عشان طول الوقت في تحديث في العلم، فطبيعي ان هو بيتغير. فما بقاش فرستريتد او متضايق ان هو ايه ده المعلومه اتغيرت، لا، ما هو عشان العلم بيتغير، دي حاجه بتحصل، بتتطور. فدي اول حاجه. تاني حاجه، احاول لما اسمع اي معلومه اخد سورسز عارفينها، هارفارد مثلا يونيفرسيتي، جايد لاينز بتاعت اه. فاهمه، يعني اليو كي، الان اتش اس، مايو كلينيك مايو وكده. حاجات اللي هي موثوقه، مش واحد طلع لي عمل شهاده من تحت السلم اه. طلع بيتكلم في الموضوع ده. اه. الصين دلوقتي منعوا بقى اي حد يطلع يتكلم في اي حاجه. لازم يبقى عندك برافو عليهم، اه لازم طبعا يبقى برافو عندك عليك، كفايه فاتي كواليفيكيشنز يا جماعه. مظبوطه كفايه وبتفهمي فاتي. في الكلام ده. فده حاولي انتقي المصادر بتاعتك، واسألي نفسك هو أنا منين جبت المعلومة دي. طب ما تغششني.
ردا على الحاجات دي اللي قلتيها. بصي البيض بالفعل هو الكوليسترول اللي فيه بعد لما كانوا بيقولوا ان هو مضر وكده اكتشفوا ان اكشولي المشكله اللي بتعلي الكوليسترول هي نابعه من السكر المصنع اللي هو بيتعمل له ميتابوليزم في الليفر وبينتج عنه الكوليسترول او الكوليسترول الثانوي السكندري. ولكن في جايد لاينز اساسيه انه نسبه الدهون اللي في جسمنا المشبعه مش المفروض تبقى اكتر من 10% او تلت الدهون اللي انت بتاكليها، 1/3 من الدهون اللي انت بتاكليها. تمام، ده اساسي. فصفار البيض زي الدهون اللي في الالبان وفي اللحوم وكده ده saturated fats مشبعه. فانا مش ما ينفعش ازودها، هي لازم تبقى يعني متوازنه. بس البيض من ناحيه مفيد جدا جدا، فيه بروتين، الدهون حتى اللي فيه الصفار ده فيه فيتامينز، فيه لوسين، فيه حاجات مفيدة جدا. بس الإفراط، الناس اللي بتطلع تاكل 20 بيضة عشان يعني اللبن. لسه عامل بقى فيديو امبارح وبيتخانقوا معايا عليه طبعا لانه الناس كلها بتسمع كلامه ونظريه المؤامره. احنا بنموت في المؤامره على فكره، يعني بنعشق المؤامره. كل حاجة. تسالي الشخص انت جبت منين المعلومه يقول لك لا ما هو كده، هو كده ايه منين. اللبن اللي انا كنت بقوله في الفيديو امبارح، اللبن من اكتر الحاجات المفيده والصحيه اللي انت ممكن تحطيها في اكلك. خالي الدسم ولا كام؟ بكل انواع الالبان الطبيعيه، خالي الدسم او مش خالي الدسم. بس لو انت بتحاولي تنزلي في الوزن يبقى خالي الدسم عشان نقلل من السعرات ومن الساتوريتد فاتس. بس اللبن مصدر بروتين هايل، بالذات بقى الالبان. يعني مثلا الزبادي اليوناني فيه بروتين اكتر وبيشبع اكتر من اللبن اللي بيتشرب. في بروتين وده مهم جدا عشان الحفاظ على العضلات، في كالسيوم وده مهم عشان العظم وامنع هشاشة العظام. كل الستات اللي فوق ال40 اللي بيحاولوا يقطعوا اللبن عشان هيلثي وانتي انفلاماتري، كلام فاضي جدا. هما بيفقدوا فرصة الكالسيوم. يعني صح. مثلا الجايد لاينز في انجلترا بيقول لك ان لازم 3 سيرفينج في اليوم، ده الجايد لاينز بتاعت الحكومة، 3 مرات البان في اليوم. بس ألبان إيه الطبيعية، يعني زبادي يوناني، مش بتكلم على جبنة رومي صح. فيها يعني لا فات. لا، أنا بتكلم على حاجات جبنة قريش، زبادي يوناني، اللبن خالي الدسم، اللي عنده مشكلة لاكتوز ياخد اللاكتوز فري. فالألبان وأكبر أبحاث اتعملت لقوا كمان الحاجات الفيرمنتد زي الزبادي اليوناني والرايب وكده بيقلل الانفلاميشن، يعني بيقلل الالتهابات. فده عكس اللي الناس بتطلع تقول عليه. مكسرات مفيدة جدا، مفيدة جدا، بس هي مش تسالي، هي مش حاجة أحرك بقي بيها كده وأنا قاعدة. يعني هي أكل جزء من وجبة، دهون صحية فيها أوميجا 9 زي مثلا ال لا ده الأوميجا 9 ده أكتر في الزيتون وفي الأفوكادو. بس أوميجا 3 مثلا موجود في العين الجمل، مفيد جدا. فيها ألياف المكسرات، بس هي دهون يعني الجرام فيه 9 سعرات، يعني الكربوهيدرات الجرام فيه 4 سعرات. انت متخيلة؟ وبتاخد حيز قد كده في المعدة، بس انت مش واخدة بالك ان الحيز ده فيه كالوريز كتيرة، سعرات قد كده. فكلوا دهون زي مكسرات، بس زي ما بعلمهم في البروجرام، الستات صباع في الوجبة قد صباع، الرجالة صباعين. اوكي. والصباع ده خدي بالك اجمالي الدهون اللي في الوجبه. يعني انت ما تجيش السلطه حطالي عليها زيت زيتون وافوكادو وشويه جبنه فته ومكسرات ومش عارف ايه، ده كده احنا حطينا 10 طبعا. فدولت وجبه جوه الوجبه. عايزه اختص سنه كمان. ماشي. التونه واللي المفروض انها مفيده جدا، وبعدين يرجعوا يقولوا لك لا بس التونه المعلبه دي مش تونه. يقول لك سمكه السالمون السالمون دي يقول لك ده مفيد جدا جدا، بعدين يقول لك لا ده اصل ده مش بري، اصل ده فارم. برضه هلكنا ناكل ايه وما ناكلش ايه، وايه اللي صحي وايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. هقول لك اولا على التونه السمكه نفسها، انا بتكلم حتى لو جبتها من البحر كده فريش واكلتها، هي فيها زئبق اللي هو الميركوري. تمام، فده اصلا مش مفروض اكل اكتر من مرتين في الاسبوع. في الاسبوع، مع ان هي بروتين ومفيده وكل حاجه. كل يوم
لا هقول لك بديل ليها مم. انا بعشقه الصراحه. بس يعني ده التونه. البديل ليها اللي انا شايفه هو السردين. السردين ده سمكه فيها اولا اوميجا 3 عالي، فيها دهون اوميجا 3، فيها بروتين، فيها فيتامين دي. مم. تمام. مش غاليه على فكره، وفي نفس الوقت ما فيهاش الزئبق، ما فيهاش الميركوري. اوكي. فالسردين وممكن يتاكل بطرق كتيرة قوي. ردا بقى على النقطة اللي قلتيها بتاعت أصل ده ناتشرال ولا ده مزارع، ده أنا هقول لك مزارع وده بصي، بري وده في اكياس أنا هقول لك رأيي الشخصي يا في ريت. الحتة دي أو في فلسفتي أنا الشخصية. أنا لو ابتديت أفكر إن البطيخة اللي أنا أكلتها دي مزروعة بمية مجاري، أنا مش هعيش. ما احنا اه كل ما انت كل حاجة حواليكي، أنا ببدأ أفكر طب إيه اللي في التحكم بتاعي اللي أنا أعمله. كل واحد يسأل نفسه أنا أقدر أعمل إيه؟ أقرب حاجة. ماشي، لو أنا قدرت أجيب البري ده ما أعرفش هتلاقيه فين. أنا ما كنت عايش في لندن كنت بلاقيه، بس هنا ما يعني فيش. هنا بيقولوا لي كنت انا باكل كل يوم مثلا بيض ومثلا سموك سالمون، قالوا لي لا ده مش صحي، وقفي السموك سالمون. هل ده صح؟ أجن هو مقارنة بإيه؟ أنت بتاكلي السموكت سالمون ده مقارنة أنت بتاكلي يعني حاجة بروسيست، بتاكلي شوكولاتة أو بتاكلي لحمة مثلا اللي هي الدرايد بيف والحاجات اللي هي اللانشون ومش عارف إيه. برضو نسبيا، فأنت نسبيا عاملة حاجة تمام، بس هو ده هل هو أحسن حاجة؟ لا، لأن هو بيبقى فيه تصنيع برضو في الموضوع. بس برضو سموكت سالمون يعني هي مشكلة في السالمون نفسه إن هو بيتعمل مزارع. تمام. بس تاني يعني هنعمل إيه؟ يعني يعني تحاولي إنِّك أنتِ تحاولي تكنترولي، أنتِ كتّر خيرِك إنِّك أنتِ بت 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 واصلة هناك بتواصلة اصلا. هنا، فاهمة؟ اللي ممكن نصيحة أدّيها لِك إنِّك أنتِ تنوّعي. بلاش فكرة إن أنا معلّقة على حاجة كل كل يوم، كل يوم. يوم. الdiversity في الأكل مهمة، لإن اللي في السالمون مش موجود في اللحمة، واللي في اللحمة مش موجود في الفراخ. حاولي نوّعي. بس نظرية بقى المؤامرة أصل ده مش فيه هرمونات وده مش عارف مش هنخلص، مش هنخلص. أنتِ تقدري تعملي إيه تحسّني من حياتِك given القدرات اللي عندِك، لإن كل الناس واللي قدراتها متاح لي. المتاح بالضبط ليكِ واللي تقدري تعمليه. عشان حد هيقول لي إيه، طب واللي ما يعرفش يجيب السلمون، كُل فول، يعني ما فيش مشكلة. المية، إمم. ناس تقول لك اشرب مية مع الأكل عشان تشبع، لا اشرب قبلها بساعتين، لا اشرب بعدها بساعتين. كانت هل بتقال لنا كل وإحنا ده زمان وإحنا صغيرين، صح؟ إن ما تشربش مَيّة مع الأكل برضه دي يعني عادي ممكن نشرب مَيّة مع الأكل. هو مش لازم أشرب لتر مَيّة وأنا باكل، لإن ده بيعمل إيه، بيخش ينفخ المعدة ويحسسني إن أنا شبعت، وآجي بعديها بساعة المَيّة دي تكون فضيت وأجوع، فبتدّيني إشارة مزيفة اللي أنا شبعت. فابدأ أرمرم بقى. فلأ، فأنا ممكن أشرب عادي جدًا، بس بكميات طبيعية، أشرب كوباية. العكس أنا باحب أربطها بالأكل عشان ما انساش أشرب، يعني جزء من الوجبة هو كوباية المية. مَيّة، فأصبحت عادة برضه. الرياضة، الرياضة. علاقتك إيه مع كنت الرياضة؟ باكرهها، كنت أنا باكرهها كمان. كره أنا الطالب المثالي، باموت في الأكل واكره واكره الرياضة. الرياضة. يعني كانت أنا أمي كمان. تاخدني كل التمارين وأنت بالعافية، آه. كله بقى من وأنا أول حاسة الكاراتيه بعذاب، يعني للتنس. أنا ليه هنا؟ أنا فاكرة لمّا ابتديت أخس وابتديت بقى أروح الgym، كان باطلع الtreadmill كأنك بتقطع لي دراع مثلًا. آه. غيّرت علاقتك عارفة أنا بيها؟ يعني قبل أمّا أجي لِك، يعني أنا مسافر كمان هاخد الطريق ويوم طويل وجاي لِك، بس النهارده رُحت اتمرنت الصبح. وأنا راجع من التمرين عمّال باقول يعني أنا حتى عايز أعمل فيديو في القصة دي، باقول أنا اتبسطت من التمرينة دي. أنا اتبسطت، فهي أسأل ليه اتبسطت؟ اتبسطت عشان حسيت نوع التمرين اللي أنا باعمله بالنسبة لي أنا ب ب ب باتعلم حاجة جديدة، أو عارفة بتبقي في حاجة مش عارفة تعمليها وبعدين بتلاقي نفسِك بتعرفي تعمليها. إحساس إنِّك أنتِ بتتعلمي حاجة وبتقدري تعمليها بعد ما كنتيش بتعمليها بيخلّيكِ engaged. بس أنا عشان نوع التمرين اللي أنا باعمله الcalisthenics ده أنا حبيته. فأنا مش حافظ، مش فاهم الناس تقول لي أعمل gym فهاعمل gym، لأ، أنا لقيت الحتّة بتاعتي. أهمية الرياضة.
أهمية الرياضة مهمة جدًا، 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 جدًا للصحة، يعني أنا لو جيت قُلت بس لِك مش لنزول الوزن. لتثبيت الوزن وتغيير shape الجسم، لإن تغيير أنا شكل الجسم. ممكن أنزل 100 كيلو يبقى وأبقى جسمي جسمي مش مش حلو حلو. خالص. اللي هيخلّي شكلِك صغير وقوية وglowing زي ما بيقولوا منوّرة كده هو الرياضة، صح. واللي هيخلّي shape جسمِك ده حاجة. تاني حاجة أكتر حاجات معمولة أبحاث عليها يا دينا إن هي بتمنع الكانسر أو رجوع الكانسر للي عنده كانسر، أو prevention أو اللي أنا أمنع ييجي لي السُكّر، كل الأمراض الرياضة بتمنعها. يعني أنا لو جيت النهارده قُلت لِك خُدي الحبّاية دي هتخلّيكِ ما ييجيلكيش ولا كانسر ولا سُكّر ولا أي حاجة من الحاجات هاتها دي، ومش حالًا. بس كده، كمان هتخلّي مودِك كويس. حد هيقول لأ على الحبّاية دي؟ طبعًا لأ. ده أنا باقول لِك دي ببلاش. بس نصيحتي إزاي قدرت ردًا على السؤال بتاعِك أحبّها، اللي أنا بدأت خطوات صغيّرة، تمام، وابتديت أجرّب حاجات كتيرة لغاية لمّا أولًا اكتسبت ثقة، لإن في الأول لمّا بنيجي نبدأ بيبقى عندنا أفكار كتيرة وِحشة تجاهها، أنا جرّبت قبل كده وفشلت وكانت تجربة مش حلوة وحاسس اللي حواليّا بيفورسوا الموضوع عليّا، بيجبروه عليّا. لأ، ابدأ صغيّر، جرّب حاجات كتيرة ودوّر على حاجة أنت مبسوط فيها. وإيه روشتّك؟ كام مرّة في الأسبوع مثلًا لازم نلعب رياضة ونبني عضل؟ هاقول لِك الروشتة، بس هاقول لِك إن مش لازم نمشي على الروشتة برضه، يعني إحنا أوكي. علميًا مفروض من 150 ل300 دقيقة في الأسبوع، أوكي، اللي هُم من 100 ساعتين ونُص ل5 ساعات في الأسبوع. في الأسبوع، تمام، ده الروشتة يعني، وإن لازم مرتين نعمل فيهم مقاومة. تمارين المقاومة بمعنى اللي أنا أشيل أوزان أو أحرّك جسمي قصاد مقاومة الأرض أو أي حاجة زي الpush ups والكلام ده كلّه، ده أهم حاجة بالذات للستات اللي فوق ال40 أو أي حد بياخد حُقن تخسيس والكلام ده مهم جدًا. طيب هل بقى يعني ممكن ناس تُحبط تقول لي إيه ده 5 ساعات في الأسبوع ده صعب جدًا، هاقول لك أنت بتعمل كام؟ أنت بتعمل 0 يا سيدي لو عملت ساعة إجمالي الأسبوع كلّه ده تمام، بس انتظم فيهم، أهم حاجة انتظم، اقعد اعملها كتير، لإنك لمّا هتعملها كتير هتبدأ تتعوّد، ولمّا تتعوّد هتبدأ تحس بالإحساس الحلو اللي أكيد أي حد حواليك بيعمل رياضة بيقول لك عليه دايمًا وأنت مش فاهم إزاي بيتكلم يا في الكلام ده، مجانين. اللي هو أنتم إزاي إحنا بندمن رياضة أنتم إزاي؟ ما بافهمش الناس دي، لأ ما أنت هتفهم الناس دي لمّا تنتظم فترة طويلة، وعشان تنتظم فترة طويلة خُد بداية صغيرة، خطوات صغيرة. خطوات صغيرة بسيطة في حاجة أنت قابلها، مش مفروضة عليك. حُقن التخسيس. الله! الموضوع ده ده عاوز ما جِتش حلقة وقتنا، كانوا ساعدونا. فاهم، لمّا إحنا خسينا زمان آه، ما كانش في آه، وقتها مونجارو والكلام ده. ممكن تقول لي الإيجابيات والسلبيات من الحاجات اللي زي أوزامبيك والمونجارو والحقن التخسيس؟ هاقول لِك، أولًا ردًا على النقطة دي، حتى لو الحُقن دي كانت في أيامنا مش هاخدها لأ، وكنت أخدتها ما كانتش هتحل المشكلة، لإن لو ما الحُقن حلتش مش دي. بتغيّر عاداتِك، الحُقن ده pause مؤقت. كإني قفلت بُقِّك كده أهو، أول لمّا أشيل إيدي هترجعي دينا زي ما هي بعاداتها، تمام، فالحُقَن مش بتعلّمِك تاكلي إزاي، مش بتغيّر عاداتِك، مش بتغيّر علاقتِك مع الأكل، بتأجّل المشكلة ونشوف أنتِ قد إيه هتعرفي تاخدي الحُقَن دي، وهتوقّفيها إمتى وهترجعي تاني للعادات، فدي أول حاجة. ثانيًا إمتى ناخد الحُقَن دي؟ الحُقَن دي دوا، علاج أو إدارة لمشكلة معيّنة وهي الأمراض المزمنة، إمم. الناس اللي عندها السُكّر أو الناس عندها مرض السمنة، ليه باسميه مرض السمنة؟ لإن ده مرض، عمر. تمام، وليه علاج، عشان كده الحُقَن دي life saving يعني أنقذت ناس حياة ناس كتير. كتيرة جدًا عندهم مرض السمنة. طَب إزاي أعرف اللي عندي مرض السمنة؟ عادي على الإنترنت أكتب طولي ووزني وأقول له إيه الBMI بتاعي، هيطلع لي رقم. الرقم ده بيحدد أنا مريض مريض سمنة سمنة والّا لأ، والّا لأ. لو أنا مريض سمنة أو أنا overweight لإن في overweight وفي obesity اللي هو المرض ده، لو أنا overweight وعندي مرض زي السُكّر أو كوليسترول أو كده، ممكن آخُد الحُقَن دي، ساعتها أقدر آخُد الحُقَن دي، فده أولًا
الناس إمتى ناخد، أما بقى عندك فرح كمان يومين فبتاخدي الحقن، عشان ده أخس 2 كيلو. إهمال. ده إهمال. أنتِ فاكرة إنِّك أنتِ كده يعني أنتِ مش مُدركة إنِّك أنتِ بتاخدي risk. ما فيش حاجة ببلاش يا دينا، ما فيش حاجة ببلاش. إيه أنتِ هتاخدي الحقن دي، هتاخدي حاجة بس هتدّي حاجة قصادها، هتخسري حاجة. الside effects؟ أولًا الside effects فيه يعني قصيرة المدى وطويلة المدى. قصيرة المدى اللي هو طبعًا إحساس النوزيا أو أنا عاوز أرجّع والحاجات دي كلّها والإمساك وفي ناس بييجي لها حتى بواسير من القصة دي من الإمساك. الحاجات صداع، الكلام ده. بعد كده في حاجات أخطر شوية زي ممكن ييجي التهاب في البنكرياس لبعض الناس. شُفنا كتير ناس جالها شلل في المعدة. ممكن يوصل سرطان الغدة الدرقية، تمام؟ ده حاجة. وحاجة تانية إحنا ما نعرفش طويلة المدى، لإن عمرنا ما شُفنا حد أخد الحقن دي 20 سنة مثلًا. وعملت إيه معاه، تمام؟ ده كُلّه كُوم. والكُوم التاني بقى إنه لمّا بياخدوا الحقن دي، هُم بياخدوها مش عشان مثلًا يستغلّوها إن هُم يغيّروا عاداتهم، لأ، هُم بياخدوها عشان تريّح؟ أريّح دماغي. طَب أريّح دماغي يعني إيه؟ يعني مش هاركّز هاكل إيه. مش هاركّز هاكل إيه، يعني نقص فيتامينات، يعني تساقط شعر، يعني فقدان طاقة، يعني فقدان عضلات، يعني هشاشة عظام لو أنتِ عندِك سِنِّك فوق ال40. إمم. فده كل ده بنخسره قصاد ال 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 فأنا لمّا باجي أعمل حاجة زي كده لازم أبُص على الrisks والناتج. لو واحد بقى مريض سُكّر فوق وزنه 40 كيلو، لأ، يبقى هنا اللي هيستفادوا أكتر من اللي أكتر من هيخسروا. هيخسروا. في علم الstatistics إحنا بنحسب الموضوع بالطريقة دي، إيه ياه! الrisks وإيه الbenefits. فساعتها ده ساعتها ممكن ناخده. أمّا أنا عندي فرح، لأ يا جماعة فكّروا شوية. إهمال. طبعًا بقى عايزين نبقى نخش في الtopic ده بقى، هو أصلًا الpsychology، إن إزاي أنا يعني الناس ممكن تبيع صحتها عشان بس عاوزة يبقى تبقى حاسة إن شكلها هي حلو. مش zero double zero. وإيه اللي يعني هتوصلي لإيه بعد كده؟ إيه اللي أنتِ بتدوّري عليه أنا بجد؟ إيه اللي أنتِ guilty. الناس هتحبِّك أكتر؟ لأ، لأ. الناس مش هتحبِّك أكتر. فعارف كلّها ترجع لإيه في الآخر برضه؟ بالضبط. psychology. بالضبط. وعلى فكرة، على فكرة عشان برضه أنا شخصيًا خسّيت وغيّرت جسمي وconfidence أو ثقتي بنفسي. أنا مش ضد اللي إحنا نبقى عاوزين نغيّر جسمنا، أوكي؟ أنا مع كل حد إن هو يعمل كل اللي يقدر يعمله بطريقة صحية، إن هو يحسّن من شكله. الشكل مهم، بس هو مش كل حاجة. بس أوصل يعني فورمات، يعني أنا مثلًا يعني كل واحد في سِنّه وكل واحد في ظروفه، يوصل لأحسن حاجة يقدر يوصل لها في الlife الlife stage اللي هو فيها أو مرحلة الحياة اللي هو فيها. ما يحاولش، ما تبقيش أنتِ عاوزة ترجعي لوزن اللي قبل الجواز وتبقي الجسم اللي قبل الخلفة. لأ، أنتِ في اللي أنتِ فيه النهارده اسعي إنِّك تبقي أحسن shape، تبقي أقوى shape، تبقي واخدة بالِك من نَفْسِك. مناسب لسنّي المرحلة اللي أنا بالضبط، فيها. بالضبط. وباشجّعِك وتقدري توصلي لده، بس بطُرق مضبوطة ومش بداخلة بطريقة اللي هو عاوزة كإنه إليكسير الحياة، هو ده اللي هيخلّي الناس إمم. تحبّني، هو ده هيخلّي الناس تبُص لي. لأ، على فكرة لأ. اقبلي نَفْسِك الأول وحبّي نَفْسِك، وهتحبّي نَفْسِك لمّا تبقي عملتِ يعني مجهود واحترمتِ هذا المجهود وشُفتِ تغيير، هتبقي مبسوطة بيه. يعني أنا مثلًا مش في الفورمة، أنا كشادي أنا تخطّيت الحتّة دي، لإن أنا كنت برضه بعد لمّا خسّيت body في dysmorphia. هوس. عمري بقى ما أنا مش طبيعي. أنا مش مستريّح، أنا ما باوصلش كده، للي أنا كده. عاوزه، ما باوصلش للي أنا عاوزه. ففهمت بقى at some point إنه لأ، أنت قدّر المشوار بتاعك، قدّر اللي أنت وصلت له، أنت مبسوط بيه، خلاص. ونقدر دايمًا إمم، نبُص على الحاجة السلبية على فكرة. يعني طبعًا. أنا دايمًا باقول أنا خسّيت، أنا فعلًا عملت إنجاز. 56 كيلو، قدرت أبني عضلات وقدرت إن جسمي يبقى مش بطّال، لأ، سايبة كُلّه يا شادي وباصّة لإيه، إيه؟ stretch marks. آه. هاموت بقى، هاتجنن. أنا بعد كل اللي أنا عملته ده طالع لي كام خط كده في بطني. عملت كل حاجة وأي حاجة ممكن مخّك يتخيلها عشان أتخلّص منه، وما وما حصلش. حصلش. كنت باتعذّب، أروح أعمل treatments مش عارفة إيه، يقعدوا يحطّوا إبر إيه، كنت باتعذّب وما حصلش.
وما هديتش فعلا غير لما بالظبط اللي انت قلته أنا قبلتني بالظبط وبقيت أبينهم ولا فرقالي. بالظبط. على فكرة يعني أنا يعني حتى لو وصلتي للي أنتِ كنتِ شِلتِ الstretch mark كنتِ هتلاقي حاجة تانية، لإن هي دي غالبا مشكلة psychological. غالبا عمرِك ما هتبقي مستريحة، وفي نفس الوقت الناس برضه هتفضل تحكم عليكِ. إيه رأيِك بقى؟ حتى لو وصلتِ، ما إحنا بنشوف حتى المشاهير اللي هم مفروض الناس برضه بنطلع فيهم بتطلّع حاجة. ما خلاص فأنتِ لازم توصلي لنوع من التوازن، إنِّك تبقي شغّالة طبعًا على نفسِك، بتتمرّني وبتعملي اللي عليكِ وبتتحسّني وبتاخدي الدعم المضبوط عشان توصلي لحاجة تبقي واثقة فيها، بس في نفس الوقت في قبول، طب أنا هسألك باعمل سؤال اللي ورد عليّا. عليا بصراحة، انت بجد وصلت لده مع نفسك؟ لإيه؟ إن أنا فعلًا قابل جسمي وحابّه وفيه self love وأنا تمام؟ بُصّي هاقول لِك حاجة، بنسبة 80%. أنا أحب أنا عاوز أقول لِك الصراحة. وقت الكورونا ها، كنت وصلت للأحسن shape وصلت لها. تمام، واكتشفت later on اللي أنا يعني دايمًا باحاول أقارن. بُص أنت عاوزين نرجع تاني زي كنت عامل الوقت دي. إزاي؟ ياه! دي الفكرة دي كانت بتتعبني جدًا، اللي أنا باحاول أقارن باللي أنا عاوز أوصل للي أنا كنت فيه في وقت الكورونا، وبعد كده قُلت ده مش واقعي، ده كان كورونا الدنيا واقفة وأنت كانت وأنت ما شغلتك وراكش حاجة الشاغل غير دي. غير دي، ما كانش في stress حياة، ما كانش في خروجة، ما كانش في حاجة. فما تقارنش، دي أول حاجة، فقبلت النقطة دي. تاني حاجة إنه وصلت دلوقتي لمرحلة، ده اللي أنا قدرت أوصل له، اللي أنا أشوف ممكن حاجات ديفوهات، حاجات مضايقاني أو يعني شايفها، مش هاقول مضايقاني، ديفو، بس خلاص بقيت أبُص لها عادي، لإن أنا في الآخر وصلت لshape أنا راضي راضي عنّه. عنه بنسبة 80%. ف فبقى الديفوهات دي أولًا كانت بتبقى قبل كده في دماغي بتتضخّم أكتر من حجمها by the way. يعني اكتشفت ده، اللي أنا كنت باشوف الحاجات دي يا نهار أسود! مصايب سودا، بس لأ، ده الشخص اللي اتعذّب بقى في التخن وقصته بقى وهو صغير وكل ده، التروما دي كلّها هي اللي بتلعب الدور ده، بس أنا لأ، فاتعلّمت اللي أنا أفهم إنه ده عادي، إمم. فشايفها بس مش باحكم عليها. ده اللي أنا وصلت له، يعني شايفها بس مش باحكم عليها وطول ومش الوقت شغّال. مضايقاك. مش مضايقاني، لإن أنا شايف الشغل اللي اتعمل ومقدّر الشغل اللي اتعمل على نَفْسي ومبسوط بيه جدًا. سؤال كده بس يعني مش عارفة، تطرّقت شوية في موضوع الpeptides؟ طبعًا. طب ما عشان بُصّي هو trending جامد، آه. فعايزة أعرف رأيك. بُصّي الpeptides أولًا المقصود بيها ده مصطلح، يعني مثلًا الحُقن الMounjaro والOzempic دُولة peptides. تمام، peptides كل ف كلمة peptides كنت كإني فاهمة إنه Retta هو الequivalent بتاعهم في لأ، دي الpeptides. كلّها أسامي commercial. يعني أمّا باقول retatrutide أو باقول الحاجات دي كلّها ده ال يعني التركيبة، وفي الأسامي الcommercial اللي هو Mounjaro أو Ozempic. بس هو في الآخر كلمة peptide ده مقصود بيه كلمة peptide يعني بروتين، يعني إمم. يعني أحماض أمينية، إمم. فكإني باقول لِك البروتين. فالمقصود بقى بالpeptide أنتِ بتتكلمي عليها أدوية شبه الMounjaro والحاجات دي كلّها، لإن المانجارو زي ما باقول لِك هو peptide ليها تأثيرات مختلفة. طبعًا المشكلة اللي حصل إن الكلام ده طلع قبل أمّا يتعمل عليه أبحاث معمولة عليه انتشر موت. انتشر موت، مع إنه أنتِ متخيلة تحطّي حاجة في جسمِك أنتِ مش فاهمة ده إيه، أنتِ مش فاهمة ده إيه. guilty برضه. ولمّا يحب يطمّن نفسه يقول لك ما هم الFDA في أمريكا ما هم conspiracy دُولة بس أقول لك ما هم بتفرق، كلّهم بي بي بيع بتوع فلوس. يعني أنتِ أنا هتدخّلي باخد جسم الGHKCU آه. فرق جدًا بصراحة في ماشي، جلدي. ما فيش مشكلة. أنا هاقول لِك حاجة، أولًا يعني في كذا حاجة في الموضوع ده. أولًا في الplacebo effect إمم. ده حاجة علمية، يعني أنا لو تفتكر؟ اديتِك حباية تمام، وده مش ده مُثبت علميًا، الplacebo بيعملوه في الدراسات. هادّيكِ حباية وأقول لِك يا دينا الحباية دي هتشبعِك، إمم. هتشبعِك، وهي هوا، هي ما فيهاش حاجة. تفتكر؟ طبعًا أفتكر وباشوفها طول الوقت. وكون إنِّك أنتِ كدينا حسيتِ بفرق، هذا لا يُعني إن إنه أقدر أقول للناس أعمّمه. تاخدوه. أنا عشان أقدر أعمّمه ده بيسموها anecdotal evidence في العلم، إنه دي نكتة.
نكتة انك انا حسيت والله بقى مش عارف ايه، ده كلام قوليه براحتك، بس هو علميا في حاجات معينة لازم يتجرب على ناس كتيرة قوي، ولازم يتقاس فعليا قصاد بلاسيبو، يعني بيجيبوا ناس يدوهم حقنة فاضية وناس بياخدوا الدواء بجد ويشوفوا التغيير. ففي بروسس علمي، فانا ما اقدرش اخد حاجة وانا مش فاهمة في ريسكس. انت عارفة الحاجات دي اتعملت تستد على mainly studies صغيرة وحيوانات، على الحيوانات. إمم. فيعني احنا بنقول أنا احنا حاجات باجرّب في بس. روحي زي الفار كده. طب ليه؟ عندك حق. ليه؟ فما حاولتش تجرّب. لا ما انصحش طبعا ان احنا ناخد اي بيبتايد. ريتاتروتايد باي ذا واي او الريتا ده هو الجنريشن الجيل الرابع بعد مونجارو، هو نفس مكونات مونجارو بالاضافه لحاجات تانية فوقيها بيخليه اقوى دواء لنزول الوزن و يعني وصلوا ده بقى معمول عليه ابحاث بجد، ان هو وصلوا لقوا انه 80% من اللي بياخدوه بيوصلوا ان هم يخسوا 20% من وزنهم. إمم. دي اعلى نتيجة وصلت في في الادوية دي. الأدوية دي. بالظبط. ف وبعد كده على فكرة هو طول من وانا صغير في ترندز جي اتش هرمون، ياخدوا ستيرويدز، وكان بيجي لي فاهمة ناس بتاخد الحاجات دي وتبقى فورمة وريبت ومش عارف ايه. طب وبعدين اخدت اللقطة ماشي، بيرجعوا لي تاني كانوا كده بعد بقى الصيف اكلوا. انت عاوز تقعد تلف يعني، وبعدين هتقعد تلف في السايكلز دي طول عمرك؟ وعلى فكرة السايكلز دي انت بتهلك جسمك، هو مش ببلاش برضو، طبعًا. بتصرف وبتهلك جسمك وبتوصل في الاخر انك مش لازم تسأل نفسك هتكمل عليها قد ايه. مريض السكر هيكمل عليه طول باقي عمره عمره. عشان هو لازم، بس انتي هتكملي عليه قد ايه؟ أهم نصيحة أنت أخدتها ساعدتك تحافظ على حياة صحية متوازنة، اللي تعوز تنقلها للناس؟ اهم نصيحة إمم. هي يعني ركز على حاجة صغيرة واجعل منها عادة. يعني بس يعني بغض النظر ده ايه، فاهمة؟ لانه صعب قوي ان انا يعني انا بالنسبة لي دي اكتر حاجة غيرت يعني كانت نصيحة بالنسبة لي. ركز على حاجة واحدة وخليها تبقى عادة الاول. أقول لك أهم نصيحة جات لي أنا ايه بقى؟ ساعدتني جدًا. ايه؟ كنت أنا في عِز تُخني بقى وباموت في الأكل وباموت في الشوكولاتة، وكان واحد صديق لبابايا ومامتي قال لي: "بُصّي يا دينا، في بُكرة، يعني مش لازم تخلّصي قالب الشوكولاتة كُلّه في القعدة، صح. كُلي مُربّع، بالظبط. وعندنا بُكرة كُلي صح. مُربّع تاني، وعندِك بعده كُلي مُربّع تالت." والحقيقة it hit me، يعني دي مم. خبطت، حسّيت أنا فعلًا لازم أنزل على حلة المحشي يا دينا. كُلي صح. حتتين ودخّليها التلاجة وبُكرة كمّلي. صح ف بالظبط. فدي عقلية ساعدتني. السكارسيتي اللي هو آه، مش لازم عارف بقى أخلّصها حالًا. بالظبط. اللي هو الحاجة ليه؟ لأن دي جاية من التروما بتاعة الدايت، لأنك اتحرمتي كتير، فأنت مخك بيقول لك أنا لازم أخلص دي كلها عشان هتتشال من قدامي، فلازم أخلصها بسرعة. بالضبط. ف... فدي نصيحة مهمة جدا. عمرك ندمت إنك سِبت طِب الأسنان والشغل بتاع العيلة والعيادة اللي جاهزة وموجودة، وتطرّقت لموضوع الnutrition والأكل وكده؟ خالص بقى، خالص. اللي حواليّا كلّهم كانوا مستغربين يعني بيشكّكوا جدًا، اللي هو أنت بتعمل إيه بعد كل سنين الدراسة دي. بس لأ، أنا كان بالنسبة لي شغف وحاجة طبيعية وتلقائية جدًا، وكنت مهووس يعني بالقصة حتى يعني. ولسه الشغف موجود. لسه الشغف موجود، لسه الشغف موجود، بس طبعًا أنا كنت مهووس أكتر في الأول، باقعد أتكلّم في الموضوع دلوقتي بقى يعني خلاص يعني اتكلّمت هدينا، فيه كتير هدينا بما شوية. كفاية، فهديت شوية. بس ده أنا مشيت ورا طريق هو كان حصل بطريقة طبيعية ومشيت ورا إحساس حاجة يعني أنا كنت عندي رسالة فيها، فعمري ما ندمت على ده. وإيه الحلم؟ الحلم الحلم اللي أنا يعني أوصل لناس أكتر بكتير، اللي أنا أعمل أحاول أساهم في تغيير أكبر. يعني الحمد لله أنا وصلت من واحد كان عنده مشكلة وزن، لواحد
طلع في التلفزيون المصري واشتغل مع الرئاسة وعملت كل حاجة ممكن تتعمل في الفيلد ده. بس بقى وعملت الأونلاين وناس كتيرة بتخش البرنامج، بس أنا عاوز كمان أكتر من ناحية عاوز تأثير على البلد بقى كلها، على خش في منظومة، حاول أنا أغير حاجة أكبر بكتير. وماشي في السكة. ابتديت أشوف هعمل ده إزاي. طب شادي بجد مبسوطة عشان متأكدة إنه ناس كتيرة أوي زيي وزيك إحنا الحمد لله عرفنا أخيرا نعدي المرحلة دي، ولسه على فكرة بنعاني ساعات أو أنا صح، بعاني وأنا ساعات. بعاني ساعات عادي. بس في ناس بقى لسه عايشة في وسط المأساة دي، فمتأكدة إنه الconversation دي هتساعد ناس كتيرة، وبجد نورتني شكرا إنك عزمتيني. لأ، يعني ما أصل أنا باقول لك أنا تقريبًا كده عملت الحلقة دي عشاني، فاهم، منتهى الأنانية يعني. بس مستنية أشوف هتعمل إيه تاني وهتغيّر حياة ناس تانية كتير قد إيه، وthank you so much. Thank you يا دينا، شكرا. أنا دينا وده دينا G، وأشوفكم المرة الجاية.